من ساعه ما مراتك حملت وانت جيت وقعدتوا معايا هنا في البيت. كنا متفقين على رمضان، دخلنا في العيد واللي بعد العيد. انا عارف ان احنا طولنا وتقلنا عليكي، معلش. ايوه حبيبي، بس الحل بسيط. تجيب لمراتك واحده تقعد معاها في البيت. ايوه ماما، انا لو كان مناسب ليا كنت جبت لها واحده قعدت معاها في البيت من الاول، بس اكيد ده مش ماشي مع ظروفي. ايوه حبيبي، ما تزعلش مني. ما هو مراتك بصراحه قمه في الاهمال، واللي مناسب لظروفك ده مش مناسب لظروف انا. عموما يا ماما كتر خيرك، النهارده ان شاء الله هنكون ماشيين. غدا حضري نفسك عشان هنمشي النهارده. هو كده بصراحه يا محمد احسن لي، انا اصلا تعبانه جدا هنا. محمد كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه. انا بجد تعبت وبقيت مش قادره استحمل. من ساعه ما مامتك تعبت وجالها الزهايمر وقاعده معانا هنا في البيت، وانا اللي شايله وبعمل كل حاجه، ومعايا طفل صغير وعندي شغل المفروض بروح. يعني ايه مش قادره استحمل؟ عايزه انا ارمي امي في الشارع مثلا؟ انا ما قلتش ارميها في الشارع، بس انا كمان غير مؤهله ان انا اتعامل مع مرضها ده. مرات كتير جدا تسرقني، واحيانا الاقيها عند الجيران فوق عماله تشتكيني بكلام ما حصلش، وانا مش هرمي امي في دار رعايه ولا دار مسنين عشان انت ترتاحي. ايوه يا محمد، بس انا لما كنت حامل وكنت قاعده عند مامتك، لما حست ان انا ببوظ لها 1% من السيستم اللي هي ماشيه عليه، جت قالت لك محمد خد مراتك وامشوا من هنا، او جيب لها شغاله في البيت عندكم. اللي فات ده ماضي وانتهى. يعني ايه يا محمد اللي فات ماضي وانتهى؟ يعني اللي حصل وقت ما امي كانت في صحتها ده حاجه، واللي بيحصل دلوقتي وقت تعب ومرض امي ده حاجه تانية. وانا مش هستغل ان هي تعبانه عشان احل مشاكلك النفسيه القديمه معاها. ما هو مشاكل النفسيه القديمه دي يا محمد هي اللي مخلياني مش صافيه لاي حاجه بتحصل دلوقتي. اخر كلام عندي قلتهولك، وقراري يرجع لك. قراري يرجع لي؟ تمام يا محمد.